السلام عليكم. هناك العديد من اللاعبين الجدد ذوي الجنسيات المزدوجة أبدوا استعدادهم لحمل قميص المنتخب المغربي لكرة القدم، ويتعلق الأمر بكل من اللاعب محمد شو لاعب أنجي الفرنسي، اللاعب أمين عدلي لاعب بايرن ليفركوزن الألماني، اللاعب سفيان ديوب لاعب رين الفرنسي، اللاعب إبراهيم كوناتي من ليفربول الإنجليزي، واللاعب إبراهيم ديالو لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي. فهؤلاء اللاعبين كلهم من أصول مغربية، ولعبوا كلهم في جميع الفئات السنية للمنتخب المغربي، ولكنهم لا زالوا لم يلعبوا للمنتخب المغربي الأول. فإذا التحقوا بالمنتخب الأول فسيكون ربح كبير للكرة المغربية. فالجامعة الملكية لكرة القدم في تواصل مستمر مع هؤلاء اللاعبين وغيرهم لإقناعهم بحمل قميص المنتخب المغربي، والله ولي التوفيق.